معنا بعض المتواجدين هنا في شارع محمد محمود. شرف بحضرتك. أنا اسمي أحمد. أستاذ أحمد، يعني ما الذي رأيته أو شاهدته؟ اللي أنا شفته النهارده الصبح ما شفتوش أيام حسني مبارك. أنا شفته النهارده شلت مخ واحد في إيدي ومعايا فيديو كليب، والتاني الطلقة جت في بطنه. من الذي أحدث به هذه الإصابة؟ ضباط مش أمن مركزي، لا ده ضباط بتاع قناصة، لأنه ما كان بيضربوا في المليان. طيب المخ الشخص في إيدي والدم هنا، وكان دماغه كانت بتعمل زي الحنفية في إيده. يعني اللي هو الطلقة دخلت في رأسه قام حضرتك من هنا دماغه اتفتحت. مخه ده الطلقة عندما تدخل بتحدث يعني ثقبا. أنت عارف إن جمجمة صلب جدا أصلب من الحديد، وبالتالي هي لا تنكسر إلا إذا تم خبطها على الأرض أو ما إلى ذلك. وحضرتك الشهيد ميدو وقع في الارض، ضربوا جنبيه قنبلتين، اللي هو الله يرحمه الشهيد في واقع اليوم. ميدو ما ميدو هذا؟ انا واحد تبع الثوار، والله انا اعرفه كده صحاب. كيف عرفت اسمه؟ من ناس كتير قالوا لي ده ميدو. يعني حتى لو أسرته تعرف عليه؟ لا والله هو كان معاه جوز اصحابه بنات، كان جاي من المدرسه وبيهدفوا. اول واحد محمد جابر اللي هو ضرب بالرصاص في بطنه، ده ضرب حي، وكان واقف بيهتف. ظابط العساكر قالوا لنا تعالوا ما تخافوش وسلميه وما فيش اي حاجه، واحنا مشينا لقينا 4 عساكر فوق المدرسه وظابط في الشارع يا فندم؟ في الشارع اللي هو في المدرسه. والله صل. شارع يعني الزغلي بجوار مجلس الشورى، ما اعرفش اسمه ايه، اللي جنب الثانويه البنات، بالقرب من وزاره الداخليه. ولقينا الظابط ده ضربه بالمليان في بطنه، وضرب جنبيه قنبلتين. جينا عشان نروح الدخان بوظنا. نشكرك يا فندم. شكرا يا باشا. انا عايز اقول ان احنا نتظاهر هنا، ما نتظاهرش هنا، نتظاهر في الصينيه هنا ميدان التحرير. ده اللي نتظاهر فيه، ما ناخدش الشوارع الجانبيه. ان شاء الله ابنك هيموت. بس لمحمد مرسي. يا دكتور محمد مرسي، لم حكومتك وامشي بس. طيب من يصلح مكانه؟ الصباحي ممكن. حمدون صباحي هيظبط البلد. يعني الكاتب صاحبي بلال فضل قال على حسابه على تويتر: حمدين صباحي لم ينجح في اداره جريده الكرامه التي اصدرها حزب الكرامه التي رأسها، كيف ينجح في اداره بلد؟ هكذا ما قاله بلال فضل. الله هينجح بالثوار بينا للاخوان المسلمين، وعليها علامه غلط او اكس كما. نعم، احنا نريد حمدين صباحي. حضرتك عايز تعرف ايه السبب ان هو ليه حمدين صباحي ما نجحش؟ انا اقول لحضرتك السبب. الاخوان المسلمين فضلت حربة الراجل دوه لمده 3 سنين. 3 سنين وهو معايا بكل ما يثبت. حربوه 3 سنوات. حربوه 3 سنوات قبل اساسا ما ينتخب محمد حمدين كان متحالف مع الاخوان في الانتخابات البرلمانيه بعد الثوره، والاخوان ادخلوا 6 من حزب الكرامه اللي ترأسه حمدين، اللي كان يأسسه حمدين، ادخلوهم في مجلس الشعب. ماشي حضرتك الراجل ده معاه مستندات تدين الناس دي ليه؟ لماذا لم يظهرها؟ ما هم اللي مشوه، هم مش عايزين واحد يظهرها على الاعلام. هددوه بالقتل. يعني حمدين لم يقل هذا، هو حمدين التقى مرسي منذ ايام. ماشي انا بتكلم. ما الذي يخاف يتحدث؟ هو حمدين صباحي، الدكتور حمدين صباحي. ايوه يخاف من ان يقتلوه. مين اللي يقتله؟ حمدين يعني لم يقل هذا ولم يخاف. نشكرك يا فندم. اذا مشاهدينا، كانت هذه متابعه للتواجد هنا في شارع محمد محمود.